بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وسرور يا رب جميعا يا رب. ربنا يبارك لكم في كل حاجة بتعملوها، في صحتكم وفي عافيتكم وفي ولادكم يا رب، ويكرمنا كلنا يا رب، يكرمني ويكرمكم قادر يا كريم يا رب العالمين. اخواتي وحبايبي، بشكركم وما نحرمش منكم ابدا يا رب يا رب. اخواتي، كل اللي دخل لي جديد واللي معايا من زمان بشكركم وما يرحمنيش منكم ابدا يا رب العالمين يا رب. متنسوش حبايبي وانتوا تتفرجوا على الفيديو الجميل ده اللي هيعجبكم ان شاء الله تعملوا اللايك، اعملوا اللايك واشتركوا كده في القناه واكتبوا لي حبايبي. هنعمل النهارده ايه حبايبي؟ هنعمل النهارده اللي هي القرص بتاعت الفران. القرص اللي احنا بنروح نجيب القرصه غاليه قد كده، احنا بقى بكيلو ونص دقيق هنملى الدنيا خير باذن الله، ومش مكلف ان شاء الله، مش مكلف ولا حاجه. يعني في بديلات كتير للمقادير دي، اللي عنده حاجه يعملها باذن الله. يلا مع بعض نشوف المقادير. ده كيلو ونص دقيق، كيلو ونص دقيق انا نخلته كده حلو قوي ماشي ادي اهو. خلاص، هنعمل ايه بقى؟ كيلو ونص دقيق عليهم كوبايه الا ربع زبده. انا عندي زبده، يعني انا ما اشتريتش، انا عندي زبده من فتره كده، كان عندي زبده فانا قلت اعملها بزبده عشان تبقى غنيه. عندك سمنه مفيش مشكله خالص. خلاص، كوبايه الا ربع زبده مع كوبايه الا ربع زيت هنحطها، بس انا ما رضيتش اعايرها الا بنفس الكوبايه، هنعايرها معاكم دلوقتي عشان يبقى كله مع عيار واحد. خلاص كده يبقى. وبعدين معلقتين خميره فوريه زي ما انتم شايفين كده، معلقتين خميره فوريه، معلقتين بودر، معلقتين سكر، وهنحط رشه ملح. ده بقى اللي في الخلاط ده حبايبي، ده لبن رايب. ده لبن رايب عندي، انا كان عندي من زمان محطوط في التلاجة، شلته قلت بعمل بيه اي حاجه. في تركه جميله قوي، اللبن الرايب لما يتضرب في الخلاط بيعمل فوم كده جميل، وبيدي للعجينه هشاشان وبيخلي العجينه جميله وهشه وزي الفل. انت عاوزه تضربيه في الخلاط كان بيعمل، مش عاوزه تضربيه وتخليه زي ما هو ماشي، انا بحب اضربه في الخلاط. طيب انا ما عنديش لبن رايب يبقى زبادي، طيب ما عنديش زبادي يبقى لبن عادي، هنحط عليه خل، معلقه كبيره خل كده، هتدي هيبقى نفس اللبن الرايب، بس هو بيبقى اللبن يعني ليه ما قلتش لبن سايل؟ اللبن الرايب بيخليها طريه احسن، يعمل لبن سايل، فانا عندي لبن سايل هحط عليه الخل واخليه زي اللبن الرايب. ما عنديش لبن خالص، عندي زبادي، مفيش اي مشكله. خلاص، اللي هيحط دول هناخد منهم 3 كوبايات لبن رايب، يبقى 3 كوبايات لبن رايب. خلاص، يبقى تعالى مع بعض نحط المقادير واحده واحده ونرجعهم مع بعض عشان ما ننسوش. يلا اهو يا حبايبي، انا حطيت رشه ملح. هحط بقى ايه كل اللي في الطبق ده، الخميره، معلقتين الخميره ومعلقتين البودر ومعلقتين السكر اهو كده، وهقلب الخليط ده كله مع بعضه اهو حبايبي. قلبت كل الخميره مع البودر مع السكر مع رشه الملح، وحطيت الزبده كده. خلاص، هحط ايه بقى؟ ربع كوبايه زيت. خلاص، ربع كوبايه زيت، انا مكتره في الايه، في الزبده، فمش هكتر في الزيت. خلاص كده، هقلب كل الخليط ده مع بعض، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اهو حبايبي زي ما انتم شايفين كده، انا قلبت كله الزبده مع الزيت كده. عايزه تكتري زبده او سمنه كتري، عايزه تقللي الزيت وتكتري زبده ماشي، عايزه سمنه عادي زي ما انا قلت لك. خلاص، يبقى حطينا ايه؟ حطينا كوبايه الا ربع زبده او سمنه مع ربع كوبايه زيت، او زودي شويه زيت خليه نص كوب، بس هي ربع كوبايه كويس قوي. خلاص، يلا بقى قلبناهم مع بعض. هنعمل ايه؟ هنحط اللبن، بصوا اللبن الرايب، بصوا بقى هو مضروب في الخلاط عامل فوم ازاي. دي اول كوبايه ادي واحد، هنحط الايه ال3 كوبايات ونشوف هل هو هيعوز تاني ولا لا. نضربه في الخلاط زي ما يكون ايه اهو. يبقى هحط ال3 كوبايات اهو حبايبي، حطيت ال3 كوبايات لبن رايب، 3 كوبايات لو عايز هنقول. خلاص، هعجن بقى فيهم واوريكم. بصوا حبايبي بقى، بصوا عجنت بقى العجينه زي ما انتم شايفين كده. بصوا العجينه، بصوا جمالها، بصوا بصوا بصوا، ب3 كوبايات اللبن الرايب، ولا زياده ولا زودت ولا حاجه، المقادير بالظبط 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 والله. والعجينه طريه وجميله، بصوا حبايبي، جميله جدا اهي. هسيبها بقى ايه، هغطي عليها
واسيبها بقى ايه، بصوا حتى نضيفه ازاي البوله اهي، عجنت زي ما انتم شايفين كده وبقت نضيفه زي الفل. هسيبها بقى تخمر خلاص، وبعد ما تخمر هوريكم بقى هنعمل ايه. يلا بصوا حبايبي بقى، تعالوا اعملوا ايه بقى. هنا حضروا الحشوه بتاعه القرص دي، علشان ايه، عامل ما القرص ايه تكون خمرت. يلا اهو بص هنعملوا ايه. دي نص كوبايه سمسم، دي نص كوبايه سمسم، نص كوبايه سكر، ملبن زي ما انتم شايفين كده نص كيلو بقى، ده نص كيلو ماشي. عايزه تزودي ماشي، انا مش عارفه هم هياخدوهم ولا لا، بس انا جبت نص كيلو. عليهم معلقه سمنه زي ما انتم شايفين كده. همسك المعلقه السمنه دي على الملبن ده وادعكهم مع بعض جامد قوي لحد ما ادوبهم مع بعض، عشان الملبن لما نحشي بيه القرص يبقى ايه، يبقى جوه كده، يسيح كده جوه القرصه ويبقى ايه جميل جدا. خلاص. ودي نص كوبايه لبن، نص كوبايه لبن. خلاص. هحط بقى انا ايه السكر كده على الايه السمسم اهو، نص كوبايه سمسم على كل نص كوبايه سكر. هقلبهم مع بعض وهركنهم على جنب. خلاص. ودول برضو اللي همسك الملبن ده مع معلقه السمنه دي وادعكهم سوا واركنهم مع بعض، ونجيبوا القرص عشان ايه نقرصها قرص صغيره. يلا بصوا حبايبي بقى، بصوا بقى القرص بتاعتنا ولا ريحتها بقى، مش عايزه اقول لكم على ريحتها وجمالها. بص ادي القرص اهي، نمسك بقى كده وكده القرص حمرانا بقى وزي الفل اهو. بس ايه، انا الرخامه بتاعتنا احنا غسلينها كويس قوي ومنضفينها حلو زي الفل. كلنا ايه شاطرين كده، ست البيوت شاطره ايه، وعارفين ان احنا بننضفه زي الفل. هعمل كده عشان اقطع بقى ايه القرص. خلاص. اقطع بقى قطع صغيره، ما تعمليش كتير. شوفوا كده الكوره، لا انا ممكن اكبر شويه. خلاص هكبر شويه كده عشان اعملها قرصه كبيره شويه اهي. خلاص اهي كده، وهركن على جنب هنا. خلاص اهي كده، هركن على جنب وسط. حسيت ان هي كبيره شويه اخد منها اهي، هركن على جنب. بصي القرصه، بصي الطراوه وجمالها، يا بقى لسه لما تتعمل بقى جميله زي ما انتم شايفين كده. هعمل بقى كل الكميه على الوضع ده، اقطعها رخامه واوريكم انا هعمل ايه. يلا بصوا حبايبي بقى، بصوا قرصت كل بقى القرص اهي. بصوا زي ما انتم شايفين كده الرخامه بتاعتنا مش هيلزق ولا اي حاجه، بالعكس ماشي. وهغطيه دلوقتي عشان ما ينشفش وشه وما ينشفش، بس انا قلت اوريكم. هناخد اول واحده مثلا احنا عاملينها، خلاص اول واحده عاملينها عشان تكون خمرت. هنفتحها كده بسيط كده من جوه. هنمسك الملبن، لو عندك بقى حد بقى يقف يكور لك كده الملبن ده يبقى زي الفل. خلاص. انا مني بقى ايه مستعجله، انا مكورتهوش، هوريكم بس كده. خلاص. هنمسك نقفلها بقى كويس قوي كده. حطينا الملبن خلاص، ادي كده احنا ايه حطينا الملبن اهو. الله اكبر الله اكبر. هنعمل ايه يا حبايبي زي ما انا قلت لكم؟ هنعمل ايه بقى؟ اللبن اللي احنا اهو حاطينه. نمسك القرصه كده في قلب اللبن. خلاص. نروح بقى ايه على الايه السمسم والسكر. خلاص اهو. بصوا بقى الجمال ده، وهي زي ما هي كده، زي ما هي كده. هروح رايحه على الصاج. استنى هروح رايحه على الصاج بتاعي اهو زي ما انتم شايفين كده، واروح مبططاها شويه صغيره اهو ماشي، وهي في قلب الصاج. بصوا بقى الجمال، يا نهار ابيض على الجمال ده. القرصه دي في الافران ب2 جنيه، القرصه ب2 جنيه. شوفي بقى انتي بكيلو ونص دقيق عملنا الكميات اللي انت شايفاها دي. خلاص اهو. انا ايه اهو خلاص اهي بططت كده. بصوا حبايبي اهو بططت القرصه كده. هنعمل واحده معاكم كمان، واحده كمان اهي قرصايه اهي. افتحها شويه صغيره زي ما انتم شايفين كده اهي كده ماشي.
خلاص هاخد من الملبن، عاوزه بقى تكتري ملبن تزودي، شوفي ولادك بيعملوا ايه، واروح قافله بقى كده زي ما انتوا شفتوا. خلاص انا قفلت اهو على الملبن كويس قوي، لازم اقفل عليه كويس قوي، احس ان هو ايه مقفول عليه. اخد القرصايه كده واغطسها في قلب اللبن وامسكها من اللبن على الايه اهو السمسم بالسكر زي ما انتوا شايفين كده. خلاص اهي شربت سمسم وسكر، هاخدها على الصاجه بتاعتي اهي وهي كده، واروح مبططه وهي في قلب الصاجه. خلاص وانا مبطط بقى كده هيبقى الايه الملبن بقى كمان هيفرد معايا في كل القرصايه، وهيبقى كل القرصه ايه ملبن. خلاص هعمل بقى، بص حبيبي بصوا الجمال، هعمل بقى كل الكميه واوريكم. بصوا حبايبي بقى، بصوا انا عملت اهو كل السيجان اهي زي ما انتوا شايفين كده، مليتها اهي القرص. بصوا بقى دي اول صاجه انا عملتها، بصوا خمر ازاي، ده لسه كمان هيخمر، ده لسه كمان زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى الجمال، هسيبه لما يخمر خالص خالص خالص، وبعد كده اروح عامله ايه، هروح حاطاه في الفرن مسوياه، اسويه على درجه حراره عاليه مش عاليه قوي يعني وسط ماشي، والشوايه من فوق في الفرن البوتاجاز الاتنين متولعين علشان ما ياخدش شو ما ياخدش وقت كتير ماشي يقوم ينشف. خلاص وبعد كده اطلعه واوريكم. خلاص في حبايبي ناس بتحشيه قرفه وسكر، انا ما عنديش حد بيحب القرفه، انا بحبها بس ولادي لا، فانا حشيته لهم ملبن برضو في الافران في ملبن زي ما قلت لكم. بصوا الجمال، بصوا هسيبه بقى كده يخمر كمان شويه، وبعد كده احطه بقى في الفرن واسويه واوريه لكم. يلا مع بعض. بصوا حبايبي بقى، بصوا طلعنا بقى القرص الجميله مسمسم اللي فيها محشيه عجوه زي ما قلت لكم. عاوزين تحشوها في ناس بيحشوها سكر وقرفه، عايزه تحشيها سكر وقرفه مفيش فايده مفيش مانع، انا بس يا ولادي زي ما قلت لكم. فانا ايه بصوا الجمال، بصوا طريه ازاي، بصوا الطراوه، بصوا بقى افتح لكم، بصوا بقى الملبن، بصوا استنوا بقى عشان اوريكم. بصوا ايه رايكم بقى، بصوا الملبن، زودوا كمان الملبن ده، انا يمكن ما زودتش اكتر، زودي بقى الملبن والطراوه بصوا احلى مليون مره من بتاعه الفرن، جميله ونضيفه، وانت عاملاها في البيت بايدك وبنظافه، وعارفه انت حاطه ايه، وسهله وبسيطه ومفيهاش اي تعقيد خالص زي ما قلت لكم. ما عندك الزبده حطي سمنه، انا برضو المره الجايه هعملها بسمنه، كان عندي حته زبده صغيره اللي انا شفتوها دي استخسرتها قلت اغذي بيها الولاد. خلاص فانتوا زي ما انتوا عاوزين، اللي انتوا عاوزين تعملوها بزيت برضو مفيش اي مشكله، هتمشي معاكم وتبقى زي الفل. المهم حاجه نضيفه في بيتنا لاولادنا، احنا عارفين مصدرها ايه واحنا عاملينها بايدنا، وارخص واوفر باذن الله. القرصه من دي في الفرن ب2 جنيه، قرصه ب2 جنيه، انت وفرتي اكتر بكتير من الفرن، والله ما بتاخد ثواني في الفرن وسواها زي الفل. يا حبايبي جربوا، وبألف هنا وشفا على ولادكم وعلى قلوبكم. جربوا ما تنسوش تدعولي وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الجمال ده. يا رب ان شاء الله تكون وصفتي عجبتكم. اشوفكم على خير، وما تنسوش حبايبي اللايك والكومنتات. اشوفكم على خير في وصفه احلى واحلى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.